حل أسئلة صح حتى لو عليها خلاف بين المدرسين. ده سؤال من امتحان الأحياء 2023 وكان عليه خلاف كبير، مدرسين كتير اختلفوا فيه. نموذج الإجابة حسم الإجابة إن هي به مواد كيميائية مضادة للكائنات الدقيقة. السؤال بيقول: ما المادة المحتمل أن تكون مسؤولة عن التخلص من النسيج المصاب؟ في إجابتين هيستبعدوا مع بعض، أي طالب هيستبعدوا مع بعض. البروتينات المضادة للكائنات الدقيقة هي نفسها أنزيمات نزع السمية، يبقى البروتينات المضادة هي نفسها انزيمات النزع. اتبقى الاجابتين اللي عليهم خلاف، ونموذج حسم نموذج الاجابه حسم الاجابه ان هي ب. طب تعمل ايه انت لو طالب ثانويه عامه وقاعد في الامتحان؟ تختارها ازاي؟ انت عندك المستقبلات بتنشط وسائل المناعه، منها المواد الكيميائيه المضاده للكائنات الدقيقه اللي هي الفينولات والجلايكوزيدات، فيحصل تخلص من النسيج المصاب. مين اللي بقى ليها دور مباشر هي اللي بتعمل ان التخلص من النسيج المصاب على طول؟ اكيد المواد الكيميائيه المضاده. اما المستقبلات لسه بتنشط دي، بعد كده ديت بقى المواد دي بتخلصني من النسيج المصاب. مثال عشان تفهم كلامي: اخوك خلاك تقوم تذاكر، انت كنت نايم، اخوك صحاك تذاكر، انت ذاكرت فنجحت. هل مين اللي نجح؟ مين السبب الرئيسي في النجاح؟ السبب المباشر في النجاح هو انت اللي ذاكرت وتعبت، بس اخوك كان ليه دور، بس شارك بطريقه غير مباشره. لا، احنا بنختار الاجابه المباشره بقى. المواد الكيميائيه هي اللي اتخلصت، هي المباشره، هي الاجابه المباشره. اما المستقبلات شاركت بطريقه غير مباشره عن طريق ان هي صحت المواد، قالت للمواد روحي اتخلصي من النسيج المصاب. لا، اختاري الاجابه المباشره. لو في حاجه عليها خلاف اجابتين انت شاكك ان هم صح، اختاري المباشره، بلاش لف ودوران. نموذج الاجابه بيختار المباشره. السؤال ده انا لقيته في كتاب الامتحان احياء تدريبات المناعه في النبات وهتلاقيه. اي ما يصاحب الحساسيه المفرطه؟ كان المكتوب الفينولات، يبقى الحساسيه المفرطه كان موجود مسؤول عنها الفينولات. ما الفينولات دي ان هي نفسها المواد الكيميائيه للكائنات الدقيقه. يعني لو كان حد ركز في السؤال ده كان هيحل السؤال ده صح. يعني اي سؤال يقابلك في التدريبات تركز، لان ممكن يجي عليه نفس الفكره ونفس الشكل، يعني يعتبر نفس السؤال. تخلص من نسيج مصاب، مواد كيميائيه، شال كلمه الفينولات اللي كانت في كتاب الامتحان وحط مواد كيميائيه مضاده للكائنات الدقيقه، وحب يعمل خلاف وحط كلمه المستقبلات بس.